شوفوا يا جماعة جمال المشروب بتاعنا. دي البوظة المصرية. تعالوا نشوف الجمال ده اتعمل مع بعض ازاي. بس قبل ما نبدأ الفيديو، لو اول مرة تابعوني على قناتي، قناة حير الطبخ، وما تنسوش اللايك والشير. تعالوا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف عملناه ازاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا نعمل مع بعض النهاردة مشروب مصري للناس اللي بتحبوا بقى. مشروب ممتاز بصراحة، واللي ما يعرفوش هيلاقي مكوناته موجود في البيت، ولازم تقوموا تجربوه، هيعجبكم قوي. المشروب دوت هو البوظة المصرية. البوظة المصرية ناس كتير عارفاها وناس ما تعرفهاش. اللي ما يعرفهاش بقى يا جماعة جربوها معانا، هتعجبه قوي. انا ابني طلبها فاضطريت ان انا اقوم اعملها بصراحة. انا عندي ايه دلوقتي؟ عندي دي كوباية الا ربع من الدقيق، هحطها عندي حلة فاضية احط فيها، ودي كوباية من السكر، وبنفس الكوباية اللي انا حطيت بيها السكر والدقيق هعاير بيها 4 مجات من المية. كل ده على البارد يا جماعة في حلة كده اهو. عندي بقى المضرب اليدوي، لازم ادوب المكونات دي في بعضها كويس قوي عشان لما احطها على البوتاجاز ما تكونليش اي تكتلات عندي. انا هنا يا جماعه حطيته على البوتاجاز. ايدي هفضل فيه في التقليب كده عشان ما يكتلش معايا، يعني من وقت للتاني اهو، عشان ما يبقاش فيه اي تكتلات معايا. هقلب فيه كده. بصوا يا جماعه، انا بفضل اقلب فيها براحتي واحده واحده كده عشان الدقيق ما يكتلش، لغايه ما بتوصل للمرحله اللي احنا شايفينها دي. شايفين ابتدت ايه؟ بصوا تطلع بقليل كده. خلاص كده الموضوع بالنسبه لي انا الخطوه دي بعملها عشان ما يبقاش للدقيق طعم معايا. خلاص هقلبها دقيقه كده كمان، هطفي عليها وهسيبها تبرد خالص، وبعدين نكمل نشوف ايه اللي هيحصل. بصوا بقى يا جماعه، انا شلتها من على البوتاجاز، هسيبها لما تدفى خالص، ولازم تدفى عشان انا هحط لها خميره، فلو الخميره اتحطت عليها وهي سخنه هتبوظ مني على طول. فانا لازم اسيبها دافيه تدفى زي دمع العين كده، ما استعجلش عليها. قعدت بقى تلت ساعه، قعدت نص ساعه، لما الاقيها دفيت هبتدي اكملها معاكم. هي ابتدت تدفى معايا خالص اهي يا جماعه. فانا هعمل ايه؟ برضو هسيبها كمان دقيقه كده على ما اجهز بقى الخميره بتاعتي. بصوا انا عندي هنا شويه من الميه الدافيه زي دمع العين كده. هاخد فيها ايه بقى؟ هاخد معلقه خميره، هاخد فيها معلقه كده حلوه، ما بزودش الخميره قوي، يعني دول شويه هاخد عليهم كمان مثلا يعني قيمه معلقه كبيره تقريبا، بس كده. وهحط معاهم ايه؟ هحط معاهم معلقه سكر حلو، معلقه سكر ومعلقه الخميره اللي احنا حطيناها. طبعا دي عشان نختبر الخميره بتاعتنا. هنسيبها بقى على جنب. بصوا بقى يا جماعه، الخميره لما اتفعلت انا مش عايزاها اكتر من كده عشان تكمل بقى الخمر بتاعها في قلب البوظه. هحط بقى السائل ده عندي هنا كده اهو، الخميره. ما نزودش خميره يا جماعه، هي معلقه خميره واحده، عشان خاطر لما الخميره بتزيد معايا بتلسع في البوظه ما بتبقاش كويس. وعندي هنا كيسين من الفانيليا. عندي ده ريحه ورد. طب اللي مش عنده ريحه ما خلاص حطينا الفانيليا، مفيش مشكله. احنا نتعود في المطبخ ان احنا ايه، مش هنقف على حاجه. انا عندي موجود فهحط ايه، حاجه بسيطه كده اهي، حاجه ريحه، بس ريحه بسيطه كده. مش موجوده يا جماعه مش هنقف عليها عادي، هتطلع نفس النتيجه بالفانيليا، مفيش اي مشكله. هقلب بقى كل دي مع بعض اهو. ممكن اللي عايز يعزز الطعم شويه، انا حطيت كله ميه. ممكن عايزين نحطها بدل الميه لبن، ممكن نحط نصها ميه ونصها لبن. ممكن لو هي زي ما احنا عملناها بالميه كده ونحط عليها معلقتين لبن بودره، مفيش. وعملناها بالطريقه الاقتصاديه بتاعتنا دي هتطلع زي بره بالظبط. انا بقول للي عايز يعزز الطعم مش اكتر. انا بقى دلوقتي ايه، خلاص كده هبتدي بقى اسيبها على جنب تخمر. فانا هحطها في بوله تانية، مش عايزاها تخمر في الحله، هسيبها في بوله تانية اهو. انا بقى هغطيها بقماش او بستريتش او باي حاجه. المهم ان انا ايه، هسيبها تخمر، حجمها هيضاعف معايا وهتبان عليه. لما تخمر هنرجع نشوفها مع بعض شكلها ايه. بس كده هركنها واحط عليها كمان هنا غطا فوطه او حاجه، واسيبها على جنب لما تخمر ونرجع نشوف شكلها ايه. ده شكلها بعد ما سيبناها خمرت مع بعض شويه يا جماعه اهو. بصوا
ما شاء الله. بصوا قوامها طبعا بان وريحتها جميله قوي. انا بقى هبتدي احطها في التلاجة، وهي هتزيد كمان معايا في التلاجة، وبعدين هرجع اصبها بقى معاكم ونشوف كمان شكلها الاخير ايه. بصوا يا جماعه ما شاء الله، ولسه كمان قوامها بيزيد كمان. بصوا شكلها اظن، بصوا ما شاء الله ما شاء الله قوامها، وكل ما هنسيبها كمان في التلاجة هتزيد كمان. بصوا هبتدي بقى اغرفها معاكم كده. بسم الله. شويه سوداني مجروش زي كده، وعليهم شويه جوز الهند لو حابين، يعني الحاجات دي بقى بتاعتنا. وادي يا جماعه شكل البوظه بتاعتنا. ادي يا جماعه شكل البوظه معانا، اظن شكلها حلو قوي. برضه هنحطها في التلاجة. يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم. ولو الفيديو بقى عجبكم متنسوش اللايك والشير والمتابعه عشان يوصل لكم مننا كل جديد.